في افلام كده بتكون نهايتها حلوه وبتبقى عايز تشكر الكاتب والمخرج على النهايه الجميله دي. نهايه عاديه ما فيهاش فزلكه وبتخليك تحس انك ما ضيعتش وقتك على حاجه سخيفه. وفي نهايات تانية قادره تبوظ قصه حلوه وتدمر كل حاجه في اخر لحظات من الفيلم. لكن في نوع معين من النهايات انا شخصيا بحبه جدا، وهو النهايات الصدمه او البلوت تويست. النهايات اللي بتخليك تتنح في الشاشه وتبص للي جنبك وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل، او تخبط كف على كف وتسقف للفيلم من كتر العظمه. في حلقه النهارده هكلمكم عن 10 افلام نهايتها صدمه وفي نفس الوقت ما فيهاش فزلكه. النهايه لايقه قوي على احداث القصه وفيها تفاصيل كتير بتخلي النهايات دي منطقيه، والفيلم بيطلع كانه لوحه فنيه متماسكه. والنهايه دي هي الوان اللوحه اللي بتدي لها جمالها الخاص. وعشان الافلام دي ما ينفعش تفوتك فانا مش هحرقها عليك، انا بس احكي لك حاجات بسيطه عن كل فيلم عشان لو عجبك تروح تشوف، وصدقني هتنبسط. اول فيلم معانا وهو الفيلم الالماني هو ام اي. وكفايه انك تعرف يا صديقي ان الفيلم ده من اخراج وكتابه جاران بو اودار اللي عمل التحفه الفنيه دارك، ايوه المسلسل المعقد ده. ولو حبيت دارك فالفيلم ده هيعجبك اكيد. الفيلم ما فيهوش نفس التعقيد اللي في دارك، لكن برضه في تفكير وقصته جميله جدا. قصه فيلمنا بتحكي عن بنيامين الشاب الالماني اللي الكمبيوترات والهاكينج واكلين دماغه. وفي يوم من الايام في مجموعه هاكرز بيبعتوا لبنيامين عشان ينضم ليهم، وده بسبب عبقريته وقد ايه هو موهوب في الهاكينج. والمجموعة دي كانت عايزة العالم كله يتكلم عنها عن طريق عمليات اختراق كبيرة هتهز العالم كله. وفعلا بنيامين بينضم للمجموعة دي وبيبدأ معاهم عمليات، لكن الشرطة الألمانية مش هتسيبهم في حالهم وهتحاول تقبض عليهم، خصوصا إن المحققة اللي بتدور عليهم هي هان ليندبرج اللي بقالها 3 سنين بتحاول تقفل قضايا الهاكرز المحترفين، لكن من غير فايدة، ومنصبها بقى في خطر. وده اللي هيديها دافع أكبر إنها تعمل أي حاجة عشان توصل لبنيامين وصحابه. الفيلم ده فيه نهاية صدمة مكتوبة بطريقة حلوة قوي. الكاتب حرفيا بيخدعك وبيصدمك بالنهاية من غير ما تحس. لو ما شفتش الفيلم ده انصحك تتفرج عليه. تاني فيلم معانا وهو فيلم Predestination او القضاء والقدر. افلام الرجوع بالزمن عموما نهايتها بتكون معقدة وعبقرية، لكن الفيلم ده بالذات خد فكرة الرجوع بالزمن ولعب عليها بشكل غريب. الفيلم بيتكلم عن جون عميل مكتب عمليات السفر عبر الزمن، واللي بيطلب منه انه يرجع بالزمن ويتبع عمليات ارهابية لارهابي عشان يوصل له قبل ما يفجر قنبلة ويمنعه انه يعمل ده، لان القنبلة دي هتموت آلاف الناس في نيويورك. وأثناء وجود جون في مهمته بيقابل شخص تاني في الحانة اللي شغال فيها، وبيحكي له الشخص ده عن حد دمر حياته. وهنا جون بيعرض عليه إنه يوصله للراجل ده بإنه يرجعه بالزمن ويخليه ينتقم منه. ومن هنا بتبدأ قصتنا اللي كلها أحداث مثيرة هتشدك تكمل الفيلم لآخره، وتفاصيل صغيرة محطوطة بعبقرية لما هتوضح مع نهاية الفيلم هتعرف قد إيه أنت كنت بتشوف فيلم مميز ومش عادي خالص. فيلم بريديستنيشن كان جريء لأنه ما تجنبش المشاكل المنطقية والمعضلات اللي بتيجي من فكرة الرجوع بالزمن، بالعكس هو عرضها واتكلم عنها وكمان خلاها جزء من قصته. وده اللي خلى الفيلم يعمل لنا نهاية عظيمة بعتبرها من أجمل النهايات الصادمة في تاريخ السينما. وتالت فيلم نهايته صادمة هو الفيلم العبقري لكريستوفر نولان ذا برستيج أو العظمة. والصراحة الفيلم ده اسم على مسمى. الفيلم عبارة عن عظمة في التمثيل وفي الإخراج، وكمان القصة التحفة والنهاية الصادمة العبقرية اللي بالمناسبة هي أكتر من نهاية صادمة. هنا في الفيلم ده أنت هتتصدم مرتين ورا بعض، وفي المرتين هتبقى عايز تسقف من كتر العظمة اللي بتشوفها. قصة الفيلم من غير ما أحرقه عليك إن ألفريد وروبرت اتنين سحر بيقدموا عروض سحرية على المسرح عشان يبهروا الجمهور، ودي كانت طريقتهم عشان ياكلوا عيش. والدنيا كانت ماشية كويس لحد ما بتحصل مصيبة، حد منهم بيغلط غلطة فظيعة أثناء عرض من العروض، وبسبب الغلطة دي هما الاتنين بيبطلوا شغل مع بعض. وكمان روبرت بيكون عايز ينتقم من ألفريد بسبب اللي عمله ده، غير التحدي اللي بيكون بينهم عشان كل واحد يثبت لنفسه وللتاني إنه الساحر الأعظم. لكن الخدع القديمة اللي هما الاتنين عارفينها مش هتقضي الغرض ده، عشان كده كل واحد من الاتنين بيفكر إنه يعمل خدعة جديدة تبهر العالم وتخلي الناس يقولوا عليه إنه أعظم ساحر شافوه في حياته. والخدعة دي هي اللي هيدور حواليها الفيلم بعد كده، وهنشوف نهاية من أجمل النهايات الصدمة. لو لسه ما شفتش الفيلم فبجد فايتك كتير. ومع فيلمنا الرابع وهو فيلم شاتر ايلاند من إخراج العظيم مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو. وبتدور قصة فيلمنا في جزيرة معزولة مبني عليها مستشفى حكومية للمجانين والمرضى النفسيين، وفي يوم من الأيام بتختفي من المستشفى مريضة خطيرة كانت مسجونة لأنها غرقت أطفالها الثلاثة، وبتتصل المستشفى بالحكومة وبتطلب منها تتدخل، وفعلا بيبعتوا لهم 2 محققين عشان يوصلوا لسر اختفاء المريضة الخطيرة دي. لكن
اثناء التحقيقات والتفتيش بيرفض مدير المستشفى يسلمهم سجلات المرضى رغم ان ده هيساعدهم جدا عشان يوصلوا للمريضه. وبعدها بيلاحظ واحد من المحققين ان الجزيره فيها حاجات غريبه بتحصل وان في سر مخبيينه عليهم، ومع كل خطوه بيقرب بيها من السر اكتر قصتنا بتتعقد اكتر، لكن بشكل جميل هيخليك مشدود تكمل الفيلم لحد النهايه اللي هتصدمك وهتفهمك كل حاجه. وخلونا نروح لاسبانيا في فيلمنا الخامس The Invisible Guest. بصراحه كده الاسبان شاطرين قوي في انهم يعملوا نهايات صدمه في افلامهم، والفيلم ده بالنسبه لي هو اعظم فيلم اسباني فيه بلوت تويست ممكن تشوفه في حياتك. قصه فيلمنا بتدور حوالين ادريان دوريا، راجل الاعمال المشهور اللي بيصحى يلاقي نفسه في اوضه فندق مقفوله عليه وجثه حبيبته جنبه، وبعدها الشرطه بتقبض عليه وبتتهمه بانه قتل حبيبته لان باب الاوضه مقفول من جوه ومفيش اي طريقه القاتل يخرج بيها، ومفيش حد غيره هو وحبيبته في الاوضه. وقدام التعقيد ده والخطر اللي بيهدد ادريان دوريا وبيهدد مستقبله كراجل اعمال، ما بيبقاش قدامه غير انه يجيب محاميه كبيره تحل له القضيه دي. وفيلمنا بيدور وهو بيحكي للمحاميه ايه اللي هيحصل قبل الجريمه، عشان المحاميه تحاول تعمل معاه سيناريو يخرجه براءه، بس بشرطين. اول شرط السيناريو ما يكونش فيه ثغره واحده، ودي حاجه الكاتب عملها بعبقريه وخلتنا نفكر معاهم ونحط نفسنا مكان القاضي ووكيل النيابه عشان نطلع الثغرات دي، ونرجع نحط نفسنا مكان ادريان والمحاميه عشان نداري الثغرات دي. وتاني شرط وهو اللي ادى للفيلم جو حماسي، وهو ان قدامهم كام ساعه بس عشان يوصلوا للسيناريو ده قبل ما المحكمه تستجوب شاهد مهم في القضيه، لكن للاسف الشاهد ده مجهول ومحدش يعرف هو مين لسه. الفيلم ده رغم ان قصته عبقريه ومكتوبه حلوه قوي وكلها تفاصيل تخليك مبسوط ومنبهر وانت بتتفرج عليه، الا ان نهايته الصدمه هي اللي مخليه الفيلم ده فيلم عظيم. سادس فيلم معانا وهو الماستر بيس، الفيلم اللي ما ينفعش نتكلم عنه لكن هنعمل ده عشان خاطره. فيلمنا هو فايت كلاب. فايت كلاب واحد من اشهر واجمل الافلام في تاريخ السينما، ولو لسه ما شفتوش فانت فايتك كتير. كفايه نهايه الفيلم اللي هتخليك قاعد مبرق من الصدمه. قصه فيلمنا ومن غير حرق اتكلم عن بطلنا اللي بيروي لنا قصته لما كانت حياته كلها ضغوطات وبهدله، ومن كتر الضغوطات والتفكير بيعاني من ارق، لكنه مش ارق بيقعد ساعه ولا اتنين، لا ده بيقعد فترات طويله جدا من غير ما ينام لانه مش عارف ينام، وده اللي بيخليه يروح جلسات علاج نفسي جماعي. وبالصدفه بيقابل تايلر ديردن اللي بيلعب دوره براد بيت، وبيتصاحبوا وتايلر بيساعد بطلنا انه يبطل خوف ويتغير. تايلر بيغير في بطلنا حاجات كتيره بنلاحظها على مدار الفيلم مع الاحداث اللي بتتطور بسرعه ومن غير ملل، بالذات لما بيبنوا سوا نادي القتال الخاص بيهم، وبيبدا النادي يتعرف بطريقه سريه وناس كتير بتشارك فيه عشان يطلعوا خنقتهم وغضبهم من الدنيا في النادي ده، لكن بتبدا تحصل مشاكل كبيره في النادي ومن الاعضاء اللي في النادي، وهنا بطلنا بيبقى مش عارف ده بيحصل ليه ومين السبب، لحد ما كل ده بينكشف لنا في النهايه الجميله اللي في رايي بتشكل سبب مهم في ليه الفيلم ده محبوب ومعلم مع الناس اللي شافوه. لو لسه ما شفتوش انصحك تعمل ده في اقرب وقت. سابع فيلم معانا وهو ذا سيكس سنس او الحاسه السادسه، وده اللي بيحبوا افلام الاثاره والغموض اللي بتفضل شداك من اول لقطه فيها لحد النهايه. ويا سلام بقى لو الفيلم قصته واحداثها مكتوبه حلو زي فيلمنا ده، والنهايه تكون حلوه عشان تيجي تكمل العظمه دي. قصه فيلمنا عن الدكتور النفسي مالكوم كرو. دكتور مالكوم متخصص في علم نفس الاطفال، وبتتواصل معاه ام طفل اسمه كول، ولد عنده 8 سنين وشكله عادي، لكن اللي مش عادي ان الطفل ده بيقول انه بيشوف الميتين وبيتواصل معاهم كمان، والحاله دي بتكون اعقد حاله يتعامل معاها الدكتور، وبتبدا تاثر على حياته وعلى علاقته بمراته. وبتتطور احداث الفيلم عشان يعرف الدكتور سر الولد ده وازاي بيشوف الميتين وبيتكلم معاهم، ولما بينكشف السر وبيجي مشهد النهايه بنفهم كل حاجه حصلت في الفيلم، وبتبدا تجمع احداث الفيلم مع بعضها وترص كل تفصيله جنب التانيه زي قطعه البازل اللي لما بتكمل بتبص لها كده وانت منبهر من جمالها وقد ايه الفيلم قدر يخدعك. ونروح لفيلمنا الثامن وهو The Usual Suspects. بعد ما الشرطه بتهاجم مجموعه من المجرمين وبتضرب النار عليهم، بيتقبض على مجرم واحد منهم بس بسبب اعاقته الجسديه، وبيبدا يحكي كل حاجه للشرطه وبيقول ان اللي جمعه هو واصحابه هو وبيبدا المجرم يحكي كل حاجه حصلت بالتفصيل للمحقق، وبنبدا سوا نحاول نوصل قبل المحقق لسر اللي حصل. جمال الفيلم بالنسبه لي بيتلخص في طريقه سرد الاحداث بالفلاش باك، واننا كل شويه بنرجع لاوضه التحقيق تاني والمحقق بينفعل على البطل ويعلق على كلامه اللي مش منطقي خالص. كمان تمثيل كيفن سبيسي العبقري اللي هيخليك مبسوط وانت بتتفرج وعايز تكمل الفيلم لاخره. واخر حاجه مخليه الفيلم ده جميل هي نهايته العبقريه. النهايه هنا مش مجرد نهايه صدمه وخلاص، لا النهايه كانها استعراض من الكاتب والمخرج والممثلين. مشهد النهايه مكتوب حلو قوي، وتفاصيل الفيلم لما بتتكشف بتحس انك اتفرجت على فيلم مكتوب بعبقريه، وهتتمنى كل الافلام اللي تشوفها تتكتب بالشكل المتقن ده. وفيلمنا التاسع وهو برايمال فير. الفيلم ده لكل واحد بيحب افلام الجريمه والغموض. فيلمنا بيدور حوالين بطلين، البطل الاول وهو مارتن المحامي المشهور اللي بيحب الشو الاعلامي، مستعد يعمل اي حاجه عشان نجاحه كمحامي وسمعته وعشان يفضل تحت الاضواء دايما والناس تكتب عنه ويطلع على التلفزيون. وبطلنا التاني وهو ارون، شاب بيتهته وهو بيتكلم وخجول وهادي،
وبيتم اتهامه في جريمة قتل أسقف من الكنيسة. وفي البداية كده القضية هتبان إنها خسرانة وإن التهمة لابسة قرن لابساه، لكن عبقرية المحامي هتخليه ياخد باله من كذا حاجة ويفتش ورا اللي حصل لحد ما يوصل لأسرار كتيرة. بس أهم سر هو اللي هنشوفه في نهاية الفيلم. لو لسه ما شفتش الفيلم فصدقني فايتك كتير قوي. ومع آخر فيلم معانا وفيلمنا العاشر، الفيلم الكوري فورجيتن. والفيلم ده ملوش نهاية صدمة ولا نهايتين حتى. الفيلم ده عبارة عن سلسلة من البلوت تويست هتاخدها ورا بعض ومش هتلحق تستوعب اللي بيحصل، والموضوع ملوش علاقة بأي تعقيد ولا كلكعة. النهايات الصدمة هنا كل شوية بتكشف لك حاجة جديدة انت ما كنتش عارفها، وده بيخلي القصة أحلى مع كل مفاجأة بتتكشف. فيلمنا بيتكلم عن عيلة بتعزل وبتروح بيت جديد، وفي يوم من الأيام ابنهم الكبير بيتخطف وبيرجع بعد كذا يوم بس وهو فاقد الذاكرة، ومش عارف ايه اللي حصل له وليه اللي خطفوه سابوه من غير ما يعملوا فيه حاجة ولا يطلبوا فدية حتى. لكن أخوه الصغير بيبدأ يدور ورا سبب اللي حصل وبيكتشف حاجات غريبة ما كانش يتمنى إنه يعرفها أبدا. ومع كل سر بيكتشفه في نهاية صدمة بتقابلنا وبتخلي الفيلم ده من أعظم الأفلام اللي قدمت النهايات الصدمة في السينما. عشان كده قررت أختم بيه الحلقة. في نهاية الحلقة ما تنسوش تشوفوا الأفلام وتقولوا لنا إيه أكتر فيلم نهايته كانت صدمة بالنسبة لكم وما توقعتوش إن الفيلم يخلص كده أبدا. سلام.